فلا تأخذك بهم الشفقة، طبق القانون عليه. خلينا مثلا بتاع شخص اللي تم التدليس بتاع شهادة البكالوريا، وزارة التربية قال ما خداش شهادة البكالوريا وجايب شهادة في الإجازة ما هيش موجودة أصلا، وثم تم انتدابه. الناس هذوما لابد من تطهير الإدارة، ولابد من مراجعة كل التعيينات التي وقعت داخل الإدارة التونسية. هو مدلس، ثم يحاول عرقلة عمل الناس اللي قاعدة تخدم في تونس. معناها مدلس الشهادة، ما عندوش شهادة، معناها شهادة وزارة التربية قال غير موجود، مش متحصل على شهادة البكالوريا، وزارة التعليم العالي قال ترى مش ماخذ الإجازة، ودخل بالبكالوريا وبالإجازة وتم انتدابه. وما يكفيش موجود، تم انتدابه بوثائق مزورة، جناية، معناها مسك واستعمال مدلس. يحب يعرقل الناس اللي قاعدة تخدم. هذوما ما عندهمش مكان في الدولة، ولا بد من مراجعة الانتدابات اللي وقعت بناء على شهادات ولاءات الدولة لكل التونسيين، مش بتاع حزب ولا بتاع كرتلات ولا بتاع لوبيات. هؤلاء الذين لا يعيشون الا في المستنقعات، يختلقون المستنقعات ويعيشون فيها مستنقعات بلا قاعة. هذا يعني يتصوروا انهم بالشكل هذا الذي يختاروا ارباك الدولة وارباك المواطن، وهذا عمل قضية ولا خشوبة فساد، في حين انهم هم المفسدون. هم المفسدون.